الآن نأخذ أمثلة على ما حذفت منه الياء وصلا للتخلص من التقاء الساكنين وطابق الخط المنطوق، مثلا كقوله تعالى: وما أنت بهادي العمي، كما سيأتي معنا في اللوحات التالية. نرى اللوحة التي فيها أيضا أمثلة على الوقف الاختباري أو الاضطراري ما حذفت منه الياء. المثال الأول الذي نراه: وما أنت بهادي العمي. بهادي أيها الإخوة أصلها بهادي بوزن فاعل، هادي فاعل، ففي آخرها ياء، لكن هذه الياء ساكنة، فلما نصلها بكلمة العمي تسقط الياء للتخلص من التقاء الساكنين فتصير بهادي العمي. كذلك جاءت في الخط، في خط المصحف، محذوفة الياء، فإذا وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا كان حفص يقف كالخط، يعني بحذف الياء، فيقول: وما أنت بهاد. ولكن أعود فأقول: لا يتعمد هذا لأنه قبيح ولا يفعل إلا اضطرارا أو اختبارا. المثال الثاني: إن يردني الرحمن. يريدني، انظروا إليها، كتبت هكذا في المصحف، وأصلها يريدني بياء متكلم في آخرها. يريدني من أرادني يريدني، نعم، وجاءت مجزومة: إن يردني الرحمن. فيريدني حذفت الياء التي في آخرها للتخلص من التقاء الساكنين لفظا، وكان الخط مطابقا للمنطوق، فإن وقف عليها مضطرا أو مختبرا يقول: إن يريدن، إن يريدن، من غير ياء في آخرها. المثال الثالث في هذه اللوحة قوله تعالى في سورة الصافات: من هو صال الجحيم. صالي نرى أن ليس في آخرها ياء، وأصلها صالي بوزن فاعل، فكتبت من غير ياء على نية الوصل، فإذا وقف حفص عليها مضطرا أو مختبرا قال: من هو صال، من غير ياء في آخرها. ننتقل إلى اللوحة التالية، والتي أولها قوله تعالى: فما تغني النذر. تغني أصله تغني، فعل مضارع من أغنى يغني، وهي تغني بوزن تفعل، لكنها كتبت من غير ياء في آخرها للتخلص من التقاء الساكنين. فما تغني النذر، فإن وقف عليها مضطرا أو مختبرا قال: فما تغن، هكذا، فما تغن. كذلك المثال الثاني في هذه اللوحة وهو قوله تعالى: وله الجوار المنشآت. الجواري أيها الإخوة أصلها الجواري بوزن الفواعل، ففي آخرها ياء لأنها لام الكلمة، جواري فواعل، فلام الكلمة هي الياء المحذوفة. لكن لما وصلنا هذه الكلمة بكلمة المنشآت حذفت الياء من آخرها للتخلص من التقاء الساكنين، فإن وقفنا هل تعود الياء المحذوفة؟ لا، لا تعود الياء المحذوفة، ونقف: وله الجوار، وله الجوار. نعم. أيضا ننبه هنا على أن الراء مفخمة وليست مرققة. المثال الثالث مثل المثال الثاني: الجوار الكنس في سورة التكوير، أصلها الجواري، لكن حذفت الياء نطقا وخطا
للتخلص من التقاء الساكنين، فنقف عليها الجوار. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها، والتي أولها قوله تعالى: وسوف يؤتي الله. انظروا إلى يؤتي في المثال الأول، أصلها يؤتي بوزن يفعل لأنه مضارع، فلما وصلناها بلفظ الجلالة سقطت ياؤها فصارت يؤتي الله. فإذا وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا نقف كالخط ونقول وسوف يؤت، وسوف يؤت. طبعا فيها ثقل لأننا سنجمع في الوقف بين ساكنين. المثال الثاني في اللوحة قوله تعالى: واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم، في سورة المائدة. واخشون أصلها واخشوني بياء متكلم في آخرها، لكنها لما نصلها واخشوني اليوم أكملت لكم فتسقط الياء للتخلص من التقاء الساكنين، وهكذا كتبت في خط المصحف. فإن وقفنا عليها، وهنا ليس الوقف اضطراري أو اختباري لأنه يجوز الوقف عليها، فلا تخشوهم واخشون، يقف عليها حفص واخشون من غير ياء في آخرها. هذا في سورة المائدة لأنها كتبت من غير ياء في آخرها. المثال الثالث في هذه اللوحة قوله تعالى: ننجي المؤمنين، في سورة يونس، في سورة يونس الآية 103. ننجي المؤمنين، ننجي أصلها ننجي مضارع بوزن نفعل، فلام الكلمة ياء، ننجي. لم تكتب هذه الياء في المصحف لأنها ستسقط في اللفظ عندما نصلها مع كلمة المؤمنين، فيكون النطق ننجي المؤمنين وصلا. أما إن وقفنا فنقف كالرسم ننج من غير ياء في آخرها. نأتي إلى اللوحة التي بعدها قوله تعالى: بالوادي المقدس. بالوادي انظروا إليها أيضا، أصلها بالوادي، نعم، بياء في آخرها، لكن هذه الياء ستسقط في النطق للتخلص من التقاء الساكنين، فسنقول بالوادي المقدس. فإن وقفنا على الأولى التي كتبت من غير ياء على نية الوصل نقف كالخط، أي نقول بالواد، وأعود فأقول كل هذا اضطراري أو اختباري. المثال الثاني في هذه اللوحة قوله تعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل. وادي النمل أيضا في آخرها ياء حذفت، فإن وقفنا اضطرارا أو اختبارا نقول حتى إذا أتوا على واد من غير ياء في آخرها. كذلك الأمر في المثال الثالث في هذه الصفحة، وهو من سورة القصص قوله تعالى: من شاطئ الوادي الأيمن. فالوادي أيضا كتبت من غير ياء في آخرها على نية الوصل، فإن وقفنا اضطرارا أو اختبارا نقول من شاطئ الواد من غير ياء في آخرها. ننتقل إلى اللوحة التالية، وهي أيضا تتحدث عن ما حذفت منه الياء
للتخلص من التقاء الساكنين: يوم ينادي المناد من، يوم ينادي المناد. فينادي أصلها ينادي بوزن يفاعل، وهي مضارع ماضيه نادى، نادى ينادي، فحذفت الياء من آخره لفظا للتخلص من التقاء الساكنين مع كلمة المنادي، وكذلك حذفت خطا تبعا لللفظ. فإن وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا نقول: يوم يناد. المثال الثاني في هذه اللوحة قوله تعالى: لهادي الذين آمنوا. لهادي أصلها لهادي بوزن لفاعل، لكن كما ترون كتبت من غير ياء في آخرها لأن الياء سقطت للتخلص من التقاء الساكنين. فإن وقفنا على الكلمة الأولى من هذا المثال القرآني اضطرارا أو اختبارا نقف عليها لهاد من غير ياء في آخرها.